أثمنة جميع الآيفونات المستعملة في المغرب حاليا في منتصف 2024. أنا بالنسبة لي الآيفونات مقسمة جوج ديال الفئات، فئة غادي تدعم الاي او اس 18 وفئة لا. نبداو بالفئة اللي ما غاديش تدعم الاي او اس 18 وهي الايفون اكس، الايفون 8 بلاس والنورمال والايفون 7 بلاس والنورمال. وانت راجع اللور، هادو ما غاديش ياخدو الاي او اس 18. وبصراحة ما ننصحكش الا باغي تاخد تجربة زوينة، خاصة مع المميزات الخطيرة اللي غادي تجي مع الاي او اس 18. بالنسبة للايفون اكس فرا الثمن ديالو ما كيفوتش 1500 درهم، وحتى الاجهزة اللي ما غاديش تدعم الاي او اس 18 ما ننصحكش تفوت فيهم 1500 درهم. اما الاجهزة اللي غادي تدعم الاي او اس 18 نعاود نذكركم بهم جميع. هما الايفون اس ابتداء من الجيل الثاني، الايفون اكس ار، الايفون اكس اس ماكس، الايفون اكس اس، سلسلة الايفون 11، سلسلة الايفون 12، وسلسلة الايفون 13، وسلسلة الايفون 14، ثم سلسلة الايفون 15، وبطبيعة الحال سلسلة الايفون 16. قبل ما نبدي في الفيديو نتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبغيت نقول لكم نتوما اللي كتحددوا شنو غادي يكون في الفيديو القادم، لذلك كتبوا لي في التعليقات وانا غادي نشوف، وراه كنشوف جميع التعاليق وكنرد عليهم. والاجهزه اللي كتعاود عليها بزاف ولا عليها بزاف ديال الهضره غادي ندير عليها فيديو في الفيديو القادم. ونبداو مع عشاق الايفون اكس ار. بالمناسبه درت له مراجعه الفيديو اللي قبل هذا الفيديو على ما اعتقد. الثمن ديالو بالنسبه ل 64 جيجا ما بين 2400 الى 2500 درهم، والنسخه ديال 128 جيجا من 2700 إلى 2900 درهم. بطبيعة الحال شي حاجة نقية بزاف. بالنسبة للآيفون اس اي 2020 نسخة ديال 64 ديك 1600 درهم. بالمناسبة راه عنده نفس معالج الآيفون 11 نورمال، حتى هو عنده الاي 13 بايونيك. المشكل الوحيد هو البطارية صغيرة ومازال واخد شكل الآيفون القديم. ثم الآيفون اكس اس نسخة ديال 64 جيجا بديك 1100 درهم، و 256 جيجا بديك 2300 2400 درهم. ثم الايفون الاكس اس ماكس نسخة ديال 64 جيجا بديك 2800 درهم، والنسخة ديال 256 جيجا ما بين 3200 3300 درهم. هنايا ننصحك تزيد ديك 400 500 درهم وخذ الايفون 11 نورمال 128 جيجا. ندخلو للصح دابا. اولا الايفون 11 نورمال نسخة ديال 64 جيجا تلقاها ب 3100 درهم حتى 3300 درهم، مع بطبيعة الحال شي حاجة نقية وبزاف. ونسخة ديال 128 جيجا ب 3700 درهم الى 3800 درهم، وتقدر تلقاه حتى في جديد ومطرق. بالنسبة للخوي المتوسط الايفون 11 برو كيدير 3700 درهم النسخة ديال 64 جيجا، و 4200 درهم النسخة ديال 256. بالنسبة للخو الكبير الايفون 11 برو ماكس كيدير حوالي 4500 درهم النسخة ديال 64 جيجا، و 5000 درهم تقريبا للنسخة ديال 256. نمشيو للايفون 12 نورمال النسخة ديال 64 جيجا كتلقاه بواحد 3700 درهم، وبالنسبة للنسخة ديال 128 جيجا كتلقاه بواحد 4200 درهم. بالنسبة للايفون 12 برو 128 كتلقاه كيدير 5100 5200 درهم، والنسخة ديال 256 كتلقاه بحوالي 5700 إلى 5800 درهم. بالنسبة للايفون 12 برو ماكس النسخة ديال 128 كتلقاه بديك 6100 6300 درهم، والنسخة ديال 256 بديك 6700 إلى 6800 درهم. بالنسبة ليا الايفون اللي كيعجبني بزاف هو الايفون 13 نورمال النسخة ديال 128 كتلقاه بديك 5200 درهم، وكاين حتى جديد مازال مطرق بديك 6200 6300 درهم. بالنسبة للنسخة ديال 256 تلقاه بديك 5800 درهم. بالنسبة للايفون 13 برو تلقاه بديك 6600 درهم، شي حاجة نقية ديال الجديد. بالنسبة ل 256 جيجا ممكن تلقاه بحوالي 7000 إلى 7300 درهم. بالنسبة للوحش الايفون 13 برو ماكس 128 جيجا تلقاه بواحد 7200 إلى 7300 درهم. بالنسبة ل 256 جيجا تلقاه بحوالي 8100 درهم ونقاوة وليطة البطارية فوق 90. بالنسبة للايفون 14 نورمال 128 جيجا تلقاه بواحد 6000 إلى 6200 درهم، ونسخة 256 جيجا ب 6500 درهم حتى 6600 درهم. وراه باقي كاين في الجديد تلقاه بحوالي 7500 درهم ل 128 جيجا و 256 بواحد 8500 درهم. بالنسبة للايفون 14 بلس صاحب افضل الباتري اللي طالعة ونقي تلقاه بديك 7200 درهم ل 128 جيجا و 7700 درهم لديك 256 جيجا. نمشيو للايفون 14 برو نسخة ديال 128 جيجا تلقاه بديك 8000 درهم 8200 درهم نقاوة، وديك 8800 درهم ل 256 جيجا. بالنسبة للايفون 14 برو ماكس النسخة ديال 128 جيجا شي حاجة نقية تلقاه بحوالي 9300 9500 درهم، والنسخة ديال 256 جيجا بديك 10000 إلى 10200 درهم.
بالنسبة للايفون 15 النورمال النسخة ديال 128 جيجا تلقاه ما بين 7200 إلى 7400 درهم. غالبا الايفون 15 يكون باقي نقي. بالنسبة للنسخة ديال 256 جيجا تلقاه بحوالي 8200 إلى 8400 درهم. والجديد ديال 128 جيجا حوالي 8500 درهم. الايفون 15 بلاس 128 جيجا بديك 9300 درهم. بالنسبة للايفون 15 برو النسخة ديال 128 جيجا تلقاه بديك 10000 درهم. النسخة ديال 256 جيجا 10500 درهم. بالنسبة للايفون 15 برو ماكس كيبدا من 256 جيجا تلقاه ما بين 11800 درهم إلى 12200 درهم، والمطرق 13200 درهم حتى 13500 درهم. وهذا ما كان على الأثمنة ديال الايفونات حاليا في 2024. اللي عنده شي تساؤل يكتبوا لي في التعليقات، وتهلاو في راسكم.